ليه ما تحركت؟ ليه ما تتحرك على أرضك؟ ليه ما تتحرك على تحرير أرضك وعرضك؟ حرائر اليمن يتعرضون لانتهاك واغتصاب والعياذ بالله، ولكن الله ابتلاهم بهذا المجرم الحوثي. ما تحركت الغيرة عندك على عقيدتك؟ الحوثي بدأ يغير عقيدة النشأ ويحولهم من عقيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى عقيدة المجوس. هذه ما لها غيرة عندك، وهذا حال اليمن منذ زمن، وعانى منها التحالف أيضا. هذه كلها، كل اللي راح ذا ما له قيمة عندك. بعض النساء اليمن أوفى وأشرف وأنقى وأكثر غيرة على أرضهم وعرضهم من رجالهم، وأكثر جراءة في التصدي للحوثي. بينما اليمني متبطح في السوق ولا في السعودية ودول الخليج، تارك أهله وجاي هنا. بعض اليمنيين ولا همه ولا كان اليمن يعني، وهم أجرأ منهم حتى في التصدي للحوثي ولو بالشجب والإنكار باللسان. وهذه يسمعوا اليمنية ذي التي تتكلم بكل جراءة على أرض اليمن ووسط وبين الحوثيين. اسمع. شدوا روحنا يا مسلمين، ونحن شدوا روحنا اليمن، لا يسمعون يدقوا على الحوثي لما يخرجوا أبوه مسوعي بن مسوعي، يخرجوا أبوه لا يسمعوا. سلام عن حوثي. والله أنا أتحدى أن فيه يمني يستطيع أن يقول الكلام اللي قالته هي، تتأكد أن نساءكم أشجع منكم وأكرم وأوفى منكم لأرضهم وعرضهم. فتيجي أنت تهايط علينا وتقول أنتم ما قدرتوا للحوثي. أنت ما قدرت تحرر أرضك، أنت ما تبغى الحوثي يروح لأنك وجدتها باب رزق جميل بالنسبة لك.